معركة بدون قتال لكن تأثيرها كان أقوى من السيوف. المعركة اللي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي، ومن بعدها النبي قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. تخيل معايا معركة كان عدد القتلى فيها قليل جدا سواء من المسلمين او المشركين، لكنها كانت واحدة من اقصى الابتلاءات اللي مر بيها المسلمين من ساعة ما دخلوا الاسلام. معركة كانت اختبار حقيقي فرقت بين المؤمن والمنافق، غيرت تاريخ الدولة الاسلامية بالكامل. كل ده حصل بعد ما اجبر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير على مغادرة المدينة المنورة كعقاب على محاولتهم لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن القصة ما انتهتش هنا، لان اليهود اللي اتطردوا من المدينة ما نسوش اللي حصل لهم، بالعكس حقدهم على المسلمين زاد وقرروا الانتقام باي طريقه. اليهود اللي اتطردوا من المدينه اتجمعوا في خيبر، وهناك بداوا يخططوا لضربه قاضيه ضد المسلمين. واهم خطوه ليهم كانت سنه 5 هجريا لما 2 من زعماء اليهود في المدينه المنوره من اللي تم طردهم من المدينه اللي هم حيي بن اخطب وسلام بن مشكم راحوا لقريش وقالوا لهم بكل وضوح: احنا عايزين ننتقم من محمد ده خرج عن دينكم وطردنا من ارضنا، فاحنا معاكم وهنساعدكم وهنخلص عليه. لكن ما اكتفوش بكده، بدأ يمدحوا عبادة الأصنام والشرك قدام قريش. كلام اليهود عجب قريش وبدأ يجهزوا للحرب، بس مش لوحدهم لكن بمساعدة أقوى القبائل اللي كانت معادية للإسلام زي بني أشجع وبني مرة وعرب كنانة وقبائل غطفان. واتسمت بغزوة الأحزاب عشان كان فيها أحزاب كتير ضد المسلمين، والنتيجة جيش الكفار ضخم أكتر من 10,000 مقاتل بقيادة أبي سفيان متجهين للمدينة المنورة لهدم الإسلام بالكامل. لما وصلت الأخبار للرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الصحابة يناقشوا الحل. المسلمين كانوا 3000 مقاتل بس، لا عندهم جيش قوي ولا عتاد كافي لمواجهة الكفار. لكن هنا يجي الحل العبقري بين الصحابي سلمان الفارسي اللي اقترح عليهم فكرة كان الفرس بيستخدموها في الحروب، انهم يعملوا خندق لحد يقدر يدخل عليهم ولا هم يطلعوا، فاللي جايين يغزوهم دول يزهقوا وياخدوا بعضهم ويمشوا. الرسول عجبته الفكرة وامر بحفر خندق في الجهة الشمالية، لان باقي الاتجاهات كانت محمية بالجبال من الشرق والغرب. اما الجنوب فكان فيه يهود بني قريظة اللي كان بينهم وبين المسلمين اتفاق بعدم الخيانة، واتفقوا ان يهود بني قريظة هيحموا ظهر المسلمين من ناحية الجنوب. حفر الخندق ما كانش سهل ابدا، شهر كامل والمسلمين بيحفروا في برد شديد وجوع شديد، حتى انهم كانوا بيربطوا الحجارة على بطنهم من الجوع. وفي وسط الحفر ظهرت صخرة ضخمة وقفوا قدامها مش قادرين يكسروها، فراحوا للنبي وهنا حصلت معجزة عظيمة. النبي رفع الفاس وضرب الصخرة فانكسر جزء منها وقال بصوت عالي: الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام، يعني ان المسلمين هيفتحوا فلسطين وسوريا ولبنان والأردن. وضربها مرة ثانية وقال: الله أكبر، أعطيته مفاتيح فارس، الإمبراطورية الفارسية العظمى. فضربها للمرة الثالثة وقال: الله أكبر، أعطيته مفاتيح اليمن. المسلمين لما سمعوا الكلام ده معنوياتهم ارتفعت للسماء، لكن في نفس الوقت ناس كتير كانوا مصدومين، احنا محاصرين ومش قادرين حتى نتحرك والرسول بيقول إننا هنفتح فارس والروم. لكن اللي حصل بعد كده أثبت إن وعود النبي كان حقا معجزة. تخيل معايا المشهد، المسلمين في عز خوفهم على دينهم من كفار قريش، والقبائل بيتكلموا عن فتح اليمن وفارس والروم، حاجة كانت شبه مستحيلة وقتها. بعد شهر كامل الخندق أخيرا اكتمل وجيش الكفار وصل، بس لما شافوا الخندق اتصدموا. العرب ما كانوش متعودين على حاجة زي دي، فاضطروا عسكرة حواليه لمدة شهر مش عارفين يعملوا ايه. كل ما واحد منهم ياخدوا الشجاعة ويحاول يعدي بالحصان يستقبل سهم يقتله من هنا. تظهر المشكلة الكبيرة هنا بقى، جيش الكفار بقى محاصر، مفيش طريق يدخلوا منه غير مكان واحد من ناحية اليهود. وفعلا حيي بن أخطب الزعيم اليهودي المطرود من المدينة قرر يتحرك ويلعب لعبته القذرة. راح لزعيم بني قريظة وبدأ يقنعه: اسمع، احنا يهود زي بعض، ولو المسلمين انتصروا احنا هنبقى في خطر، تحالف مع قريش وهنسحقهم مع بعض. لكن الزعيم رفض في البداية خايف من العواقب، وقال له لو الكفار فشلوا هيكون مصيري في ايد محمد واصحابه. لكن حيي فضل يلح عليه واغرب القوة والعدد لحد ما في النهاية وافق على خيانة النبي. وصل الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت صدمة. دلوقتي المسلمين محاصرين من كل اتجاه والخطر بقى اكبر من اي وقت فات. المعركة وصلت لمرحلة خطيرة جدا، اشتد الحصار والسهام بتطير من الجانبين. المشركين بدأوا يحاولوا يتسللوا، واحد منهم عدى الخندق فعلا لكنه اتقتل بسرعة. وفجأة تظهر شخصية غامضة وسط الأحداث، نعيم بن مسعود، واحد من كبار جيش قريش، وكان جاي يحارب المسلمين بنفسه، لكنه فجأة راح للنبي وقال له أنا عايز أسلم. قرار مفاجئ ما كانش حد يتوقعه. لكن الأغرب من كده النبي ما قالوش يبقى معانا، بالعكس قال له ارجع هناك واستخدم مكانتك عند الكفار واعمل أي حاجة تقدر عليها. هو كان معروف عند الجميع قريش بتثق فيه
واليهود بيصدقوه، فبدأ خطته العبقرية. راح لليهود وقال لهم بصوا قريش ناوية تسيبكم وتخليكم تواجهوا مصيركم لوحدكم، لو عايزين تضمنوا انهم مش هيهربوا اطلبوا من كل قبيلة تسيب عندكم رهائن من كبار رجالهم. وبعدها خد بعضه وراح للأحزاب وقال لهم اوعوا تسكوا في بني قريظة، دول ناويين يخونوكم ويسلموكم لمحمد، لو طلبوا منكم رهائن اعرفوا انهم ناويين يسلموهم. وهنا تبدأ الفوضى. اليهود بدأوا يشكوا في نوايا قريش، وقريش بدأت تخاف من اليهود، التحالف بدأ ينهار، وفي قمة التوتر تحصل المعجزة الإلهية. ربنا بعت ريح شديد قلبت كل حاجة، الخيام طارت، الأكل ضاع، جيش الكفار فقد سيطرته، والبرد الشديد زود المعاناة. أبو سفيان قائد قريش شاف الوضع الكارثي وصرخ فيهم احنا هلكنا، بني قريظة خانونا، الريح دمرت كل حاجة، مفيش فايدة، لازم نرجع. وانتهت المعركة بدون قتال حقيقي، الأحزاب تفرقوا والكفار انسحبوا، وانتصر المسلمين رغم قلة عددهم. ودي كانت غزوة الخندق، المعركة اللي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي. ومن بعدها النبي قال الآن نغزوهم ولا هيغزونا، يعني من هنا ورايح المسلمين هم اللي هيهاجموا، محدش هيجي يغزوهم تاني. ما تنساش تعمل لايك يا صديقي وتشترك في القناة وتتابع الحلقات الجديدة.